السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الطبريمه هي البنات خطيره خطيره خطيره. الا كنتي اختي معكازه وكتسخفي في الحمام وما عندك كتاف، بلا ما تديها معاك للحمام راه غتخرجي بوسخك وغتجي للدار بوسخك اختي. عرفتي راه كتبقاي تحكي حتى تولي بيضه ومنقيه وغدا على رجيلاتها وتولي غزاله يا اختي. المهم هاد الطبريمه راها فنه وغزاله بلا حنه بلا عشوب، وتتخلي لك اللحم ديالك موحد بيض. باقي فيك اختي لاطراس تاع البحر، فيك لاطراس تاع الصنداله، باقي ركابي كحلين، فيك اختي الحبوب في ظهرك، اللون تاع الجسم ديالك ما موحدش، مطبعه كلك، حالتك حاله. نوضي اختي تقعدي وحيدي لي العكز وديري معايا اختي هاد الطبريمه. راه الطبريمه خطيره يا البنات، راه طلبتها مني واحد المتتبعه يلاه جديده معايا، وتنتمنى يا اختي تكوني تشوفي هاد لا فيديو تبارطاجيه ليا يا اختي مع البنات اللي عندك. ما نسمح لكم البنات لما بارطاجيتوش ليا قناتي، بارطاجيو الله يعطيكم الستر. غير تنضحك معكم البنات. المهم مرحبا بكم ومرحبا بالناس الزوينين اللي تيدعموني وتيشجعوني، الله يخطيكم عليا. وتنتمنى تكملوا لا فيديو وديروا لي واحد اللايك باش ان شاء الله يتحسب لي هذاك اللايك. راه كيف ما تشوفوا البنات راه تنبارطاجي معكم غير الوصفات اللي في المستوى، الوصفات اللي هما زوينين وتعطيو نتيجه اللي هي زوينه وربي شاهد عليا. بسم الله وعلى بركه الله. التبريمه راه ساهله ماهله وغزاله، تتحمق. جربي وحكمي ورجعي عندي اختي للتعاليق وكذبيني وقولي لي سير اختي الله يمسخك. هاد التبريمه يا اختي راه كتحيد لك الجلد الميت، لاطراس تاع البحر، ديك الكحوليه تتبيضك وتتخليك اختي فنه. المهم انا ننصحك الا كنتي اختي مسخيفه وتتسخفي في الحمام بلا ما تديها معاك للحمام اختي، بلاش ما تديها، بلاش اختي تجيبي عليا سبتك وتقولي لي سير دعيتك لله. عرفتي يا اختي راه غادي تبقاي تحكي غير هي دي معاك اختي شي خرقه اللي تكون ماضيه. اول حاجه غتاخدي واحد البواطه اختي فاش غديريها التبريمه، وغادي تاخدي ليا الحكاكه الغليظه والصابون، صابونه الحجره. صابونه الحجره يا اختي ماشي صابونه الحجره تاع الزيت، لا غير صابونه الحجره العادي هو اللي غادي تاخدي اختي وغتحكي ليا في الحكاكه الغليظه. غتحكي منها 4 صابونه. ها نتوما خواتاتي راه الصوره كتوضح. غتشدوا صابونه الحجره وغتحكوها في الحكاكه الغليظه، وفي هاد الوقيته راه كنت دايره الماء تيطيب حتى خرجت السبوله ديالو. المهم غتخويو واحد شويه تاع الماء، المهم القياس اللي غادي يرطب لكم ديك الصابونه تاع الحجره، وغادي تخليوها حتى كتخمر. انا غادي نخليها على الاقل واحد نص ساعه وغادي نرجع معكم ان شاء الله. شوفوا البنات بعد ما تتخمرنا راه تصبح عندنا على شكل كريمه. انا خليت هاد صابونه الحجره نص ساعه حتى تتنفخ ورطاب. شوفوا البنات كيفاش تيصبح عندنا، راه تيصبح عندنا على شكل كريم وتعطينا واحد الكميه اللي تبارك الله وما شاء الله. والله العظيم البنات وما حلفتوني الا تبريمه واش من تبريمه، راه فنه وتتعطي واحد النتيجه اللي هي غزاله. وغادي نضيف دابا دقيق الحمص، غادي نضيف منه معلقه كبيره يا البنات. الحمص البنات اللي تنديرو في الحريره غادي نشدو وغادي نطحنو وغادي نضيفو منه معلقه كبيره، وغادي نضيف معلقه تاع الشوفان البنات غتشدوه بين يديكم هكا وغتحكوه. غتقولوا لي علاش ما طحنتيه؟ انا اختي ما غاديش نطحنو، غادي نديرو على شكل كوماج. المهم البنات الشوفان اللي درت منه معلقه كبيره وضفت كذلك معلقه تاع الحمص. والحمص البنات راكم عارفين الفوائد ديالو، راه تيبيض وتيحيد لنا الكلف وكذلك التصبغات وتيحيد حتى الحبوب. البنات اللي عندهم الحبوب في الظهر ديالهم يديروا معايا هاد الطبريمه اللي هي غزاله ورائعه. غير خليكم معايا البنات من بدايه الفيديو حتى النهايه وتبعوا جميع الخطوات. البنات اللي تيبغيو يمشيو للحمام وما تيخرجش ليهم الوسخ، البنات اللي ما تيحيدش لهم الجلد الميت، يديروا معايا هاد الطبريمه ويردوا عليا الخبار. وغادي نضيفوا دابا الغسول الابيض. الغسول الابيض البنات راه تيتباع عند العطار، راه شي حاجه اللي هي زوينه بزاف تيبيض وتيحيد التصبغات وتيوحد لنا اللون تاع البشره. غادي نضيف منه غير معلقه صغيره فقط. المهم البنات هاد الغسول الابيض او اللاطي الابيض راه تيتباع عند العطار بواحد الثمن اللي هو رخيص وتيدي لنا واحد المده اللي هي طويله. غير شروها البنات راه زوين بزاف لا في الوصفات لا في التبريمات. التبريمه خطيره يا البنات، تترجعك بحال البيضه المقشره، غادي ترجعك اختي تتشالي شعيل. البنات اللي تيعانيو من السيكاتريز ديال الحبوب في الجسم ديالهم اولا في الذات ديالهم كامل، غادي ديري اختي هاد التبريمه وغادي تدعي معايا. غير يا اختي وجدي الكتيفات ديالك
ولا كنتي اختي غاده للحمام بلا ما تدي معاك الوليدات ديالك، عرفتي راه انت تتحكي والوسخ ما تيبغيش يتحد. وغادي نضيف اخر مكون اللي هو الحامض. وراكم عارفين البنات الحامض راه تيخلي البشره بيضه بيضه بيضه، يعني تيخلي لك الذات ديالك كتشعل، وكذلك تيحرك حتى داك الحبوب اللي تيكون عندنا في الظهر ما كيخليش نهائيا. ايوا ها انت اختي المكونات راه كلهم ساهلين ماهلين، غير حيدي العكز ونوضي حيدي ليا ديك المانطه ونوضي اختي وجدي معايا هاد المكونات وقدي هاد الطبريمه وديها معاك للحمام. وفاش ترجعي وعندك تنسيني في التعاليق، عندك ما تقوليش ليا سر الله يرحم الوالدين. عرفتي اختي راه الوسخ راه ما كيبغيش يتحد، راه تتبقاي تحكي وتعاودي تحكي وتعاودي والوسخ والو واش يتحد ليك يا اختي. ها انتم البنات بعد ما تنعصروا نص حامضه كما تتشوفوا معايا، انا خديت نص حامضه وعصرتها تماما، وغادي نخلط هاد التبريمه، غادي نخلطها اخواتاتي غير بيديا. نتوما بغيتو تخلطوها بالمعلقه خلطوها، انا يا البنات راه تنخلطها بيديا، تيعجبني الحال، تنبقى نخلط ونجلط خلط 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 حتى كيندمجوا ليا المكونات تماما. خلطيها يا اختي في واحد البواطه وخليها حتى تخمر، ماشي غير تخلطيها وتديها ديك الساعه نيت للحمام، لا يا البنات شوفوا القوام ديالها تبارك الله ما شاء الله كيفاش داير. المهم راه تجينا على شكل كريمه. فاش تخلطي اختي خليها على الاقل واحد ساعه المكانه حتى تتخمر، وهي اللي خذي اختي هاد التبريمه وسيري جمعي الحويجات وسيري للحمام. ودابا يا اختي غنقول لك الطريقه، غير من الافضل ومن الاحسن بلا ما ديريها لوجهك، بغيتي ديريها لوجه ديالك ديريها، راه ما عندها حتى شي ضرر. البنات اللي عندهم الحساسيه في الوجه ديالهم ما يديروهاش، اما الا ما كانش عندك اختي في الحساسيه في الوجه ديالك تاع الحامض غير ديريها. انا المهم تنطبقها حتى على وجهي. غير يا الغزاله ديالي عندك تنسيني من واحد اللايك، ديري لي اختي واحد اللايك دابا باش ما تنسيش وكملي معايا لا فيديو. المهم البنات غادي نقول لكم الطريقه كيفاش تستعملوها. غتمشي اختي للحمام وتوجدي ليا البلاصه ديالك وتعمري السطوله ديالك، حاولي اختي حتى تيسخن لك الجسم ديالك، ضروري البنات تسخنوا الجسم ديالكم وحتى تيتفتحوا لكم دوك المسامات عاد ديروها. ديريها يا اختي على الجسم ديالك كامل كما قلت لك، غير الوجه ديالك بلا ما ديريها ليه، حاولي اختي تبعديها على الوجه ديالك، ديريها لصحتك كامله من عنقك حتى رجليك، وبقاو تماسيو فيها على الجسم ديالكم وغادي تخليوها حتى تسخنوا وترطبوا. ونفس الشيء حتى في الدار ديروها بهذه الطريقه هذه، وغادي تشوفوا الوسخات والجلد الميت اللي غادي يحيد لكم. عرفتي يا اختي راه تتخرجي بحال البيضه المنقيه، راه تتخرجي بيضه 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 كتشعلي والجسم ديالك رطب رطب رطب. اش غادي نقول لك ان شاء الله فاش غتجربيها غادي ترجعي لي الخبر في التعاليق، انا غادي نتسناك الزوينه ديالي. راه تبريمه خطيره خطيره خطيره، نبغيك تبارطاجيها اختي مع صحاباتك وحباباتك وكل من هي وحده عزيزه عليك بارطاجي معها التبريمه. ودابا مبقى ليا الا نقول لك بسلام عليك، الفيديو جديد ووصفه جديده وبصحتك وراحتك.